عودة النادي الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في مباراة هتكون تحت مسمى الحفاظ على الصدارة، والمباراة مش هتكون سهلة لأن المباراة هتكون الساعة 3 العصر وفي تنزانيا، أجواء غير أجواء مصر خالص. في حلقة النهاردة جاي أقول لك تشكيل النادي الأهلي لمواجهة نادي يانج أفريكانز التنزاني. بس قبل ما نبدأ عايزك تصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، تشترك في القناة وتعمل لايك، ويلا نبدأ. نبدا على طول بمركز حراسه المرمى، ومركز حراسه المرمى هيكون فيه بنسبه كبيره محمد الشناوي. طب ليه محمد الشناوي ومصطفى شوبير؟ لان محمد الشناوي هياخد مثلا على فترات، مثلا مباراه النهارده، المباراه الجايه، المباراه اللي بعديها، يعني 3 مباريات لمحمد الشناوي، المباراه اللي بعدها هتلاقي شوبير، يعني هتلاقي شوبير بعد 3 مباريات يلعبوا محمد الشناوي هتلاقي شوبير، وده ظلم كبير لمصطفى شوبير. لكن محمد الشناوي قائد كبير في الملعب وخارج الملعب، لكن اللي هيبقى اساسي هو محمد الشناوي. نروح بعد كده على مركز قلوب الدفاع، وعايز اقول لك ان خط الدفاع كامل هو اللي النادي الاهلي لعبه امام وادي دجله، هو خط الدفاع اللي النادي الاهلي هيلعبه امام يانج افريكانز التنزاني. هيكون مكون من ياسر ابراهيم وياسين مرعي، هيكون الاثنين دول هيلعبوا كمركز سيرد باك، هيكون محمد هاني في مركز الباك رايت، ومركز الباك ليفت هيكون في احمد نبيل كوكا. هنشوف مع يعني ممكن بنسبه كبيره جدا هنشوف يوسف بالعمري، لكن ممكن في اخر المباراه، في اخر ربع ساعه، في اخر ثلث ساعه هنشوف يوسف بالعمري. بعد كده بقى لمركز خط الوسط، ومركز خط الوسط هيكون مكون من اليو ديانج ومروان عطيه، الاثنين هيكونوا في مركز 6، واحد هيكون في مركز 6 اللي هو مروان عطيه هيكون في مركز 6 اساسي، في مركز 8 هيكون اليو ديانج. نروح بقى للتركايه اللي في الموضوع ده كله في تشكيله حلقه النهارده، ومحمد علي بن رمضان لاول مره هيكون في مركز 10 اساسي مع يستروب. محمد علي بن رمضان ما جالوش فرصه من ذهب مع يستروب، لا ده جات له فرصه من الماظ، ان انت معاه يستروب، معاه 5 مباريات لحد دلوقتي، امام عاشور موقوف 5 مباريات مع النادي الاهلي دلوقتي، 5 مباريات بس. ممكن امام عاشور يمشي من النادي الاهلي، ممكن يقعد دكه مع النادي الاهلي لحين انتهاء الموسم. خلينا في دلوقتي لحد دلوقتي 5 مباريات. تخيل محمد علي بن رمضان ان هو عنده 5 مباريات يقدر يثبت فيهم نفسه، ممكن لانه مش لوحده في المركز ده، عنده اشرف بن شرقي قاعد على الدكه. لقينا مستوى محمد علي بن رمضان وحش، على طول يستروب هيطلعه، ينزل تريزيجيه مكانه، وينزل اشرف بن شرقي في مركز الجناح الايسر. يعني محمد علي بن رمضان مضغوط برضه، عنده 5 مباريات، قدرت تثبت نفسك كاساسي بال5 مباريات في مركز 10، هيكون ليك موسم تاريخي وموسم للتاريخ مع النادي الاهلي، لان خلاص ما فيش حد بينافسك دلوقتي غير اشرف بن شرقي. محمد علي بن رمضان قدر يثبت نفسه في المركز ده، هيبقى جات له الفرصه من ذهب وقدر يستغلها. يعني عندك مصطفى شوبير بيجي له مباراه كل 5 مباريات، لو جاله اخر ربع ساعه بس في المباراه بتلاقيه قدر يثبت نفسه. محمد علي بن رمضان قادر يثبت نفسه ولا لا؟ ده اللي هنشوفه الفتره الجايه. بعد كده لثلاثي خط الهجوم، وثلاثي خط الهجوم هيبقى مكون من 3 لعيبه، وفي الجناح الايمن هنبدا بالجناح الايمن. الجناح الايمن هيكون فيه احمد السيد زيزو، احمد السيد زيزو اللي عمل مباراه عظيمه وقدر يسترجع مستواه وخد رجل المباراه في مباراه النادي الاهلي امام نادي وادي دجله. يعني احمد السيد زيزو بنسبه 100% هيكون اساسي، وان شاء الله الاستمراريه بتاع احمد السيد زيزو دي تخلي منه اسطوره في النادي الاهلي. كده بقى لمركز الجناح الايسر، ومركز الجناح الايسر ده محسوم لمحمود حسن تريزيجيه، اللي عمل موسم تاريخي مع النادي الاهلي، هداف دوري ابطال افريقيا وهداف الدوري المصري مع النادي الاهلي، هو هداف النادي الاهلي الاول في جميع البطولات الموسم ده. فمحمود حسن تريزيجيه عامل موسم عظيم، موسم تاريخي زي ما كنا بننتقده لازم نشيد. محمود حسن تريزيجيه عمل مباريات عظيمه مع النادي الاهلي، ان شاء الله نتمنى الاستمراريه لمحمود حسن تريزيجيه. بعد كده لمركز قلب الهجوم، هو اخر مركز معانا، وهو هيكون فيه مروان عثمان اوتاكا. عمل اداء تاريخي مع النادي الاهلي، عامل اداء جامد جدا، لكن ناقصه شويه حاجات. يعني هو سجل مع النادي الاهلي امام وادي دجله، لكن ناقصه الشراسه اللي كانت في اسامه ابو علي، اللاعب المهاجم الشرس اللي يضغط على المدافعين. لا تحس ان هو كده ما بيضغطش على المدافعين، يبقى مكسر ان هو يمشي على المدافع. مروان عثمان اوتاكا لو جات له نقطه الشراسه، هو عنده اللياقه البدنيه وعنده الطول القامه وعنده كل حاجه اللي تاهله ان هو يبقى المهاجم الشرس. الله بنسبه كبيره هيكون هو ده تشكيل النادي الاهلي لمواجهه نادي يانج افريكانز التنزاني. هنا تكون خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، تشترك في القناه وتعمل لايك. استنوني في حلقه جديده. السلام عليكم.